طيراوي يلا خلي صوتك مدروس، خلي صوتك مدروس في كل فوز. يلا منصور فوق الروس. بنحيي ابو العبد. ابو العبد اهلا وسهلا فيك ابو العبد. بدنا نحيي ابو العبد بالتصفيق لو سمحتوا. ابو العبد رئيس البلديه خلال يومين ان شاء الله، بس انا مش شايفه وينه. المنظمين ساعدونا بفتح كمان كراسي. المنظمين ساعدونا في تنظيم الكراسي. المنظمين يا ابن الثير يا امير صوت في راح الضامر، يا ابن الثير يا امير صوت في راح الضامر، صوتك لمحمد اللي واقفين برا تفضلوا اقعدوا على الكراسي اللي في الاخر. كل اللي واقفين برا تفضلوا. زي ما قلنا لكم الحفل المهرجان راح يبدأ لما الجميع يبقوا متواجدين على الكراسي، قاعدين على الكراسي. ساعدونا شوي المنظمين، اهلنا حبايبنا تفضلوا تريحوا على الكراسي. شاطر. محمد منصور هذا هو اجمل تعبير. صوت معنا الدير تعالى معنا، يانا صوت معنا الدير تعالى معنا، ايد بايد وكف بكف بنعمرها بلدنا، ايد بايد وكف بكف بنعمرها بلدنا. طيراوي يهتف ويقول رئاسة محمد منصور، طيراوي يهتف ويقول رئاسة محمد منصور. اهلا وسهلا فيك ابو العبد. بنحيي ابو العبد محمد منصور رئيس البلديه احسن عمران في صباح يوم الاربعاء. محمد منصور هو رئيس البلديه يا احلى دار ان شاء الله بعونه تعالى. اهلا وسهلا فيك ابو العبد. جمهورنا الاعزاء نطلب منكم الجلوس في اماكنكم. يا محمد يا منصور بعون الله انتي منصور. ديراوي يهتف ويقول صوتي لمحمد منصور، ديراوي
بنخلي البلدي لكل الناس، بنخلي البلدي لكل الناس. شجع فرد الرياضة نصير الشباب، وتهمك تصل القمة وتفتح أبواب، وتهمك تصل القمة وتفتح أبواب. رئيسنا يا أبو العابد يا حبيب الناس، قوة وابتكار ضمير وإحساس. رئيسنا يا أبو العابد يا حبيب الناس، قوة وابتكار ضمير وإحساس. بمحبة وأخوية مع كل الضراوية، مع كل الضراوية بنخلي البلدي لكل الناس، بنخلي البلدي لكل الناس. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله نبدأ. نطلب من الجميع الجلوس. بسم الله نبدأ. للجمهور اللي بيجي هسه حاليا في كراسي لقدام، تفضلوا اقعدوا عندنا قدام. اللي فيش له محل ورا في قعده هان على الجانب، تفضلوا. في عندنا بطلب من المنظمين يساعدونا. منظمين دخلوا الجميع، بدناش حدا برا، دخلوا الجميع. امل الناس ضايع محمد يا رافع الراس، جمهورك بيحيوك يا محمد بينادوك، جمهورك بيحيوك منصور بينادوك. يلا 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 يا غراوي فوق، يلا 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 يا غراوي فوق. يلا يلا منصورين بعون الله. يلا يلا منصورين بعون الله. يلا 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 يا غراوي فوق، يلا 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 يا غراوي فوق. طير بتستنى بعهدك يلا محمد منصور، يلا محمد منصور. نمشي نحنا عدربك وبعون الله منصور، وبعون الله منصور. تستنى بعهدك يلا محمد منصور، يلا محمد منصور. نمشي نحنا عدربك وبعون الله منصور، وبعون الله منصور. حكمة وتدبير والعهد جديد نبني ونعمر،
في كل فوز يلا منصور فوق الروس، منصور فوق الروس. يلا طيراوي يلا خلي صوتك مدروس، خلي صوتك مدروس. في كل فوز يلا منصور فوق الروس، منصور فوق الروس. يلا طيراوي يلا خلي صوتك مدروس، خلي صوتك مدروس. عهد الجدد أمان الناس. الحضور الكريم تفضلوا اجلسوا في اماكنكم. في كراسي في جهة اليمين للمنصة. اهلا وسهلا فيك ابو العبد. بنحيي جمهورنا، بنحيي الحضور الكبير، الحضور الجبار، الحضور الذي سيحصل التغيير في هذا البلد. بسم الله الرحمن الرحيم. وعلي الكوفية علي ولولح فيها، محمد لما اجانا يعمر فيها. علي الكوفية علي ولولح فيها، محمد لما اجانا يعمر فيها. خلي الهم عالية احنا والله تروية، خلي الهم عالية احنا والله تروية. محمد لما اجانا يعمر فيها، محمد والله اجانا يعمر فيها. عمار يا الطيري عمار، هي هي هي. أهل الطيري بيضلوا جوا العيون، نبني نعمر نعلم والأمن يكون. أهل الطيري بيضلوا جوا العيون، نبني نعمر نعلم والأمن يكون. إشارة طيري إحنا بنكون، يوم النصر محمد والله يضويها. طيري قدي فرحانة على الصغرين، فرحتها بمحمد من زي العيد. طيري قدي فرحانة على الصغرين، فرحتها بمحمد من زي العيد. يبرى إدارة والطيري لا عهد جديد، يوم الفوز الراي محمد عليها. علي الراية يا محمد والطير عمار، وحكالي العز حكالك عزم وإصرار. علي الراية يا محمد والطير عمار، وحكالي العز حكالك عزم وإصرار. كل الناس إيدي بإيد نبدأ المشوار، عند الحق الطير فوق فوق نخليها. وفي علي ولولح فيها، محمد لما أجانا يعمر فيها. علي الكوفي علي ولولح فيها، محمد لما أجانا يعمر فيها. علي الهم عالية عالبلدية يا منصور، عالبلدية. أهلي في ديرتنا الحبيبة، ابو العبد، السلام عليكم أبو العبد. ورحمة الله وبركاته. يعني نشكر مستقبل أفضل، الجميع، نشكر الجميع والازدهار. على هذا الحضور، نرفع صوتنا نشكر الجميع على هاي الحماسة، وحليفنا نشكر الجميع من أعماق القلب. ووفاء العهد وحماية بلدنا العريق. أناديكم وأشد على أيادي بسم الله الرحمن الرحيم. الفوز والنصر بإذن الله. أيها الأخوة أني وإياكم الله والأخوات، محمد منصور. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نلتقي اليوم معكم، أنتم تحالف كل الناس، كي نعلنها عالية قوية وراسخة. محمد منصور رئيس بلدية الطيرة صباح يوم الأربعاء 13/10. محمد رئيس بلدية الطيرة. ستشرق شمس الطيرة
شمس الفوز والانتصار. 23 كلنا. ستشرق شمس الطيرة، شمس الفوز والانتصار، الانتصار العظيم. سوف يفرح أهل الطيرة فردا فردا بهذا النصر. الطيرة أولا وأخيرا شعارنا ووجهتنا إن شاء الله. الحضور الكريم، نرجو منكم الجلوس. سنبدأ مهرجاننا هذا بتلاوة لآيات عطرة من القرآن الكريم تتلوها علينا أروى منصور. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم مغفرة وأجر عظيم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم إذ هم قوم أن يبسطوا إليكم أيديهم فكف أيديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون. صدق الله العظيم. بارك الله فيك يا أروى. شكرا لأروى على تلاوتها الرائعة. نطلب من الشباب قبل ما نبدأ، الشباب ساعدونا في ترتيب الكراسي، ما فيش محلات، بدنا كراسي إضافية. المنظمين، نستهل مهرجاننا بكلمة للكاتب والناقد الباحث والمحلل السياسي التي حولت كلماته إلى جمرات حركة أصابع المغرضين مع أحد رموز الحركة الوطنية في الطيرة، المربي تميم منصور أبو سعيد، فليتفضل. أخوكم محمد منصور. عالبلدية منصور عالبلدية. يلا يا طيراوية عالصندوق محاوية، عالصندوق محاوية. البلد بدها إصلاح لنصوت بحرية، لنصوت بحرية. أبو العابد قائدنا راعي الديمقراطية، راعي الديمقراطية. بسم الله الرحمن الرحيم. أيتها الأخوات، أيها الإخوة الأفاضل، أحييكم باسم كل حبة تراب من ثرى الطيرة، وطننا الصغير التي تنتظركم لتخليصها من وباء هذه الطغمة الفاسدة التي فرضت علينا
منذ 5 سنوات. أحييكم باسم شهدائها، شهداء الطيرة الذين ضحوا بدمائهم عام 1948 كي نبقى هنا، ولولاهم لأصبحنا لاجئين في صقاع الدنيا. وبهذه المناسبة أطلب من الأخ محمد الرئيس القادم وإدارته الفاضلة وكل من حوله بأن يقيموا نصبا تذكاريا لشهداء الطيرة. لا يعقل حتى اليوم أنه لا يوجد نصب تذكاري لشهدائنا الأبرار الذين روت دماءهم ثرى هذه البلدة عام 48. هذه وصية. كما أحييكم باسم أسرى الحرية القابعين في سجون الاحتلال، الشهداء الأحياء. أحييكم باسم كل معاني الوعد الصادق، لأنكم وعدتم بالصدق وصدقتم بالوعد. أحييكم وأحيي قيادة هذا التحالف التي صدقت العهد واستطاعت في مدة وجيزة قلب الخارطة السياسية والاجتماعية ومحاصرة الفئة الفاسدة في زوايا مظلمة. أيها الإخوة، يتهمني بعض الرفاق أصدقائي منهم بأنني عائلي لأنني اخترت الصعود في مركب تحالف كل الناس. وأنا أقول لهم من هنا باسمكم وأمامكم: هذا مردود عليكم. إن انتمائي العائلي فقط لشعبي الفلسطيني، وانتمائي العائلي للحركة الوطنية منذ نعومة أظافري، وانتمائي للطيرة بكل أسرها وكل أفرادها. هذا مردود عليكم. كيف يمكن أن تتهموني بذلك وأنتم أول من رسخ العائلية في كل مرة، في كل معركة انتخابية يعيدون نفس الكرة. من هو العائلي الذي ينتمي إلى تحالف عائلي؟ تحالف يرأسه رجل فاسد يعيش ويسكن على جماجم أبناء شعبنا. اسألوه أين يسكن، اسألوهم أين يسكن، اسألوهم. الهواء الذي يتنفس منه وليس هواء نقيا، هذا ليس هواء الطيرة. إنني أؤمن أيها الإخوة بأن الانتخابات قسم وأمانة. من واجبنا وضع هذا البلد بأيادي آمنة، لأن الأيادي التي تسيطر عليه الآن هي ليست آمنة، لا نثق بها. فشلت التجربة. قلت لهم منذ اليوم الأول عندما بدأت معركة انتخابية بأن مأمون عبد الحي حصان فاشل لا يراهن عليه. قالوا محتمل رش واحد منا، ولكن الأنانية وحب الذات والعمل الحزبي هو الذي يسيطر على عقولهم، واختاروه بعواطفهم وليس بعقولهم، وهم يعرفون من هو وأين تربى وكيف تربى وعلى أي أرض يعيش. أيها الإخوة، قبل حوالي شهر نشرت صحيفة دعوة أحرنوت خبر إنه إحدى المرشحات في كفار يونا، بتعرفوها وين؟ عند بيت ليد. هذه المرشحة
تشتري محامية، ولكن محامية ناجحة، مش مثل المحامي اللي عندنا اسمه بس محامي، ومحامي بالاسم، ولا مرة ما رافع في قضية، ولا مرة ما نجح في قضية. واحد اللي كان فاشل في إدارة مكتب محاماة، كيف بده يدير بلد؟ كيف؟ هذه المحامية من كفار يونا مع أنها لبكة وناجحة، ولكن أبوها رجل مثقف وبروفيسور محاضر في الجامعة، شاف إنها بنته غير مؤهلة إنها تكون رئيس بلدية، فطلب منها تترشحيش، ما ردتش عليه. لما شاف هيك أصدر منشور بكل جرأة وقال لأهالي كفار يونا تنتخبوش بنتي، هذا مش صالحة أنها تكون رئيس بلدية. هذه هي الوطنية الحقيقية، مش الوطنية في التزييف والشعارات الفاضية. قبل يومين قبل يومين طلعت في احدى اللافتات اللي في الطيري مكتوب شعار القديم: كرامة وتطور وازدهار. ضحكت، سألت، كنت خلاص الزلمة فلت، إذا رجع لهذه الشعارات معناها فلت، لأنه أين الكرامة اللي وفر لنا إياها مأمون عبد الحي؟ نعم. أين الازدهار؟ هل الازدهار في المؤسسات الجديدة اللي كامها؟ والله وأنا جاي في السيارة غلطوا جيت طريق ترابية، إنها الطيرة تبكي حالها وبقول لك عملتها جنة، وحلفائه من القوى السياسية الفاشلة بتصفق له وبتعزف على أوتاره ومصدقته وهي عارفة انه كذاب وهم كذابين زيه. ايها الاخوة، اذا نظرنا الى تحالف مأمون عبد الحي نجد انه يقسم الى قسمين: قسم عائلي وفئات اللي بسمي حالها فئات سياسية. انا ما بلوم الاطر العائلية، معروفين انهم اللي معاه. طيب بطولش ولكن أنا بلوم الأطر السياسية. خذوا الحركة الإسلامية مع احترامنا إلها، كيف تقبل هذه الحركة التي تقول الإسلام هو الحل أن تتواطأ وأن تتستر على الفساد والمحسوبية والفشل واللعب في الخارطة التنظيمية والوعود الكاذبة؟ كيف؟ كذلك الجبهة، قادتها في الجبهة فيها عناصر ممتازة، أصدقائي بعرفهم، مش راضيين، وكترية مش راضيين عنهم كمان. كيف تقبل أن تتواطأ بدل ما إنها تكون رافعة تساعد في إيجاد إدارة موضوعية لبلدية الطيري، ولكن جزء من الفساد صارت. بالنسبة للحزب الثالث، حزب مفكر الناتو الموجود في قطر اللي أباح الدم السوري. بالنسبة للحزب بذكركم بشيء: في الانتخابات اللي فاتت أنا رفضت، كنت من قادة التجمع قطريا ومحليا أن ندعم مأمون عبد الحي، وقلت لهم تحت الرشة واحد منا، قال لا. ولكن جمال زحالقة مريض المنصات وقف ورقص على منصة مأمون عبد الحي وعمده، وقلت بتعرفوا انت عمدتوه كيف بتطهر واحد من حزب يدعي انه هو حزب لا يساوم؟ قال له على المنصة انك محلك مكان الطيري في لجنة متابعة بستنى فيك.
تعرفوا كم مرة أبوه حضر اجتماعات المتابعة؟ أنا سألت أبو فيصل محمد زيدان، كان لي 3 مرات في 5 سنين حضر اجتماعات للمتابعة 3 مرات، لأنه هذا لم ينشأ في بيت دافئ وطني. بقدرش. وهذا طبعا كانت فشل للجبهة وفشل للتجمع. بوجه كلماتي للشيخ عبد السلام كشوه امبارح في مهرجانه، صب غضبه على تحالف كل الناس. بنقول له عمالك يا شيخ، انت طريع السياسي. طب ما انت كنت شريك في الاداره، معناها اذا البلديه فاشله معناها شريكت في الفشل. ايها الاخوه، الزلم بالله علي قاعد. ما اريد ان اقوله في النهايه ان هذا المهرجان وهذه الجموع تؤكد اننا على حق، واننا سائرون في طريق النصر، وسوف نقطف ثمار ونحصد سنابل تعبكم أيها الشباب، أيها الأعضاء. سوف نحصد تعبكم وثماركم في صبيحة 23 من أكتوبر عندما يبزغ فجر النصر. وإلى اللقاء والسلام عليكم. الله أخوكم محمد منصور. عالبلدية منصور، عالبلدية. يلا يا طيراوية عالصندوق محاوية، عالصندوق محاوية. البلد بدها إصلاح لنصوت بحرية، لنصوت بحرية. أبو العابد قائدنا راعي الديمقراطية، راعي الديمقراطية. عالبلدية منصور، عالبلدية. نشكر الأستاذ تميم منصور على كلمته الحماسية. دمت لنا ولأهل هذه البلد سندا. بارك الله فيك يا أستاذي. ندعو بسام أبو خيط أبو محمد فليتفضل. أنفسهم آبية، إحنا نبني ونعمر للشباب الطروية، للشباب الطروية.